بيبدأ الفيلم ببنت اسمها كلير وهي قاعدة في المحل بتاعها، وبنعرف إن كلير دي بنت شغالة كوافرة وعندها محل خاص بيها، وبتكون كلير مشهورة في المنطقة بتاعتها ومعروف عنها إن هي كوافرة شاطرة جدا، وبتعتبر أحسن كوافرة في المنطقة كلها. وأثناء ما كلير قاعدة عادي في المحل بتاعها، بتدخل زبونة اسمها سارة للمكان، بتستقبلها كلير بشكل كويس وبتصمم إن هي تجيب لها مشروب قبل أي حاجة. وفعلا بتروح كلير تجيب لها مشروب وبتيجي، فبتاخد سارة المشروب منها وهي مبسوطة جدا بالتعامل اللطيف ده. وبعدها بترحب كلير بيها وبتبدا ان هي تدخل في الشغل، فبتسالها عن الستايل اللي هي حابه تعمله، فبتقول لها ساره ان هي عاوزه تصبغ شعرها وان هي سمعت ان هي احسن واحده في المنطقه، فبتشكرها كلير على ثقتها فيها وبتبدا ان هي تشتغل في شعرها. واثناء ما كلير شغاله بتحاول ان هي تفتح كلام مع ساره وتتعرف عليها، وبرغم ان ساره اول مره تقابلها لكنها بترتاح لها بشكل غريب، وبتبدا ان هي تحكي لها عن حياتها الشخصيه، وبتقول لها ساره ان هي مش من المدينه وان هي بتضطر تسافر كتير، وكمان بتقول لها ان هي متجوزه وان في مشاكل كتيره بينها وبين جوزها. وبتفضل ساره تحكي لها كل المشاكل دي بالتفصيل، والغريب ان كلير بتفضل تسمعها من غير اي زهق، لحد ما فجاه بتبدا ساره ان هي تحس بدوخه شديده وبيغمى عليها. وساعتها كلير بتروح تعلق ستاره على باب المحل علشان الناس تعرف ان المحل مقفول. وهنا بيتضح ان كلير كانت حاطه مخدر في المشروب بتاع ساره، وبتروح كلير تجيب معدات غريبه وبتقرب من ساره وبتشيل لها شعرها، وفعلا ما بيعديش وقت طويل وبتقدر ان هي تشيل شعرها كانه باروكه. والغريب في ده ان هي ما بتكونش متاثره ولا حاسه باي ندم، وبيتضح ان هي مش مجرد كوافرة عادية لكنها في الحقيقة مريضة نفسية وقاتلة، وده على الرغم ان هي ما بيبانش عليها اي حاجة. وبعد ما بتخلص كلير بتروح على بيتها وكأن ما فيش حاجة حصلت، وبتدخل البيت وبيبان ان هي عايشة لوحدها وما عندهاش اي اهل ولا قرايب، وعلشان كده بتكون نفسيتها وحشة دايما وبتعاني من الوحدة واليأس. وبنشوف كلير وهي نازلة سرداب سري تحت بيتها، وبيكون معاها باروكة شعر سارة، والمفاجأة ان السرداب ده بيكون فيه بواريك كتيرة، وبنفهم ان دي مش اول جريمة لكلير وان هي قتلت ستات كتيرة قبل كده. وبيكون في مراية فبتقعد كلير قدام المراية وبتلبس الباروكة بتاعت سارة وبتبدأ تمثل ان هي سارة وبتفضل تقلدها وتتكلم زيها. وفي تاني يوم الصبح بتصحى كلير وبتتعامل بشكل طبيعي وبتكون كل حاجة تمام بالنسبة لكلير، لحد ما بيجي لها رسالة من زبونة اسمها اوليفيا. وبنعرف ان اوليفيا دي زبونة دايما عند كلير وبتروح على طول عندها علشان معروفة عن كلير ان هي كوافرة شاطرة جدا. وبتكون اوليفيا بعتت رسالة لكلير وده علشان عاوزاها تظبط لها ستايل شعرها عشان فرحها قرب، فكلير بتتجاهل الرسالة وما بتردش عليها، وده لان هي ما بتحبش تشتغل مع العرايس لسبب مجهول. وبعدها بتخرج كلير وبتروح للكافيه اللي هي متعوده تقعد فيه، والموظفه اللي هناك بيكون اسمها دون. واول ما بتشوف كلير بتعرف طلبها وبتروح تحضر لها القهوه بتاعتها، وما بيعديش وقت طويل وبتاخد كلير قهوتها وبتمشي. واول ما بتخرج من الكافيه بتجيلها رساله تانية من اوليفيا، وبتكون اوليفيا عاوزه رد منها، فكلير بتبعت لها رساله وبتقول لها ان هي ما بتعملش شعر العرايس، فاوليفيا بتقول لها ان مفيش حد غيرها علشان يعمل لها شعرها، ده غير ان فرحها بعد كام يوم ومفيش وقت ان هي تشوف كوافير غيرها. فكلير بتقول لها ان هي هتفكر في الموضوع وهترد عليها. وبالليل بتبعت كلير رساله لاوليفيا وبتقول لها ان هي موافقه، فاوليفيا بتفرح وبتتحمس وبتقرر ان هي تروح لها المحل تاني يوم. وفعلا تاني يوم بتروح اوليفيا للمحل، بتستقبلها كلير احسن استقبال وبتعاملها بشكل لطيف جدا. وبعدها بتبدا كلير ان هي تشتغل في شعرها والستايل اللي هي عاوزه تعمله، وبيكون واضح ان كلير مركزه في شعرها بشكل مبالغ فيه، وبيبان انها بتحب الشعر بشكل مش طبيعي، وعشان كده بتكون هي مميزه وشاطره جدا في شغلها. وبتفضل كلير تتكلم مع اوليفيا وكالعاده بتتعامل معاها بشكل كويس ولطيف، فبتحس اوليفيا بالارتياح من ناحيتها وبتطلب منها تيجي تسهر معاها بالليل، وده لان هي عاوزه تقيس فستان فرحها على ستايل الشعر الجديد. لكن المشكله ان مفيش اي حد تاخد رايه في شكلها. تفرح كلير بالعزومه دي وبتوافق على طول من غير تفكير، وده لان هي دايما بتسهر لوحدها في البيت وما بتلاقيش اي حد تسهر معاه. وبالليل بتجهز كلير نفسها وبتروح لبيت اوليفيا وبتستقبلها اوليفيا وبيدخلوا يشربوا ويتكلموا سوا. وبعدها بتروح اوليفيا تجرب الفستان وبتلاقي تسريحه شعرها متناسقه مع الفستان، وكمان بتفضل كلير تقول لها شكلها حلو، فبتتبسط اوليفيا وبتطلب منها تصورها كام صوره عشان تبعتها لاهلها، فبتوافق كلير وبتصورها. وبعد ما بيخلصوا كل اللي بيعملوه بينزلوا الاتنين يتكلموا مع بعض شويه، وبتقول لها اوليفيا ان هي متوتره جدا بسبب فرحها وان هي مضغوطه بشكل كبير جدا لان هي ما بتعرفش تتواصل مع اسرتها. تبدا كلير تسالها عن اسرتها وتطلب منها تحكي لها عنهم، فبتقول لها اوليفيا ان هي عايشه مع امها واختها وان هي قريبه منهم، لكن بالنسبه لابوها فهو اتخلى عنهم زمان وسابهم ومشي وهم اطفال وعمرها ما قابلته في حياتها. فكلير بتتاثر وبتقول لها ان هي عمرها كمان ما قابلت ابوها، وده لان هو كمان اتخلى عنها وان امها هي اللي اهتمت بيها وبتربيتها. وبتحكي لها كلير ان امها كانت بتشتغل كوافره وان هي ورثت المهنه منها وان كل حاجه كانت ماشيه تمام لحد ما امها ماتت وهي عندها 17 سنه. وبنعرف ان من اللحظه دي حياه كلير اتغيرت 180 درجه، وان من وقت موت امها وهي وحيده تماما فضلت حالتها تسوء كل يوم عن التاني بسبب الموضوع ده.
ده لحد ما بقت مضطربة نفسيا وسفاحة. لكن طبعا كلير ما بتحكيش الكلام ده لأوليفيا. وفي اللحظة دي بيوصل خطيب أوليفيا للمكان واللي بيكون اسمه تشارلي، فبتفرح أوليفيا وبتستقبله وبتكون لسه هتتكلم معاه وتحكي له عن يومها وتعرفه على كلير. فبيقاطعها تشارلي وبيقول لها ان هو تعبان ومش قادر ان هو يسمع حاجة. فبتحس كلير بالإحراج وبتستأذن منهم وبتمشي. وبعدها بتروح كلير تقعد في العربية بتاعتها وهي منهارة من العياط وبتكون عندها طاقة سلبية وعاوزة تفرغها في أي حاجة. فبتروح كلير الكافيه اللي هي بتشتري منه قهوتها وبتفضل تراقب الوضع من بعيد، وبتلاحظ ان مفيش اي حد في المكان غير الموظفة دون. وكمان بتكون دون بتلم حاجتها علشان تمشي. فبتدخل كلير وبتطلب منها القهوة بتاعتها. بتستغرب دون من ان كلير جاية في الوقت المتأخر ده لان هي دايما متعودة تشوفها الصبح، لكنها ما بتهتمش قوي وبتروح تحضر لها طلبها. فبتستغل كلير اللحظة دي وبتحط مخدر في مشروب دون، وبعدها بتاخد كلير القهوة بتاعتها وبتمشي. وبتفضل مستنية مفعول المخدر يشتغل، وفعلا ما بيعديش وقت طويل وبيدوه دون وبيغمى عليها. بتسحبها كلير لجوه الكافيه وبتبدأ تجهز الأدوات علشان تاخد شعرها. لكن قبل ما تعمل أي حاجة بتجيلها رسالة من أوليفيا واللي بتشكرها فيها على اليوم الممتع ده، وبتعزمها أوليفيا على حفلة توديع العزوبية بتاعتها. تفرح كلير جدا بالرسالة دي لأن دي أول مرة حد يقول لها الكلام ده. وبعدها بترجع كلير تكمل اللي هي كانت بتعمله، وأثناء ما هي كانت بتعمل كده بتتشتت وبتسرح. بتجرح دون في وشها من غير ما تقصد، وساعتها بتفوق دون وبتبدأ إنها تدرك اللي بيحصل. فبتهجم كلير عليها بوحشية وبتفضل تطعنها بدون رحمة. وبتزعل كلير جدا وبتنهار من العياط علشان مش هتقدر تاخد شعرها. وبعدها بتبدأ كلير تنظف المكان من الدم وبتروح تخبي الجثة وبتمشي من المكان ولا كأنها عملت أي حاجة. وتاني يوم بتصحى كلير من النوم وبتكون حاسة بالذنب باللي هي عملته في الليلة اللي فاتت، وبتكون بتتمنى إن هي تكون إنسانة طبيعية وتبطل اللي هي بتعمله ده، خصوصا لما بتلاقي إن علاقتها بأوليفيا بتتطور كل يوم عن اليوم اللي قبله. وبتكون حاسة إن أخيرا هيكون عندها صاحبة ومش هتكون وحيدة تاني. فبتاخد قرار إن هي توقف كل ده وتبدأ إن هي تمارس حياتها بشكل طبيعي. فبتنزل كلير للسرداب بتاع البيت وبتغطي كل الحاجات اللي فيه علشان تقفل السرداب ده للأبد. وقبل ما تقفله بترمي المفتاح جوه علشان تضمن إن هي مش هتقتل حد تاني. وبعدها بتجهز نفسها وبتروح للشغل وبتكون كل حاجة ماشية كويس لحد ما بتلاقي شخص جاي يعلق منشورات في المحل بتاعها، والمنشورات دي بتكون عن اختفاء دون. بتحس كلير إن هي عملت حاجة غلط لما قتلت واحدة من المنطقة، وإن الجريمة دي بالتحديد ممكن تتسبب في القبض عليها. لكن الحاجة الوحيدة اللي بتكون مخليها مطمنة هي إن محدش اكتشف الجثة لحد دلوقتي. فبتحاول تتماسك وتتعامل عادي علشان محدش يشك فيها. وفي تاني يوم بتبدأ كلير تجهز نفسها علشان حفلة أوليفيا. بتفضل تجرب لبس كتير وبتكون عاوزة تلبس أفضل حاجة عندها علشان ما تتحركش قدام أوليفيا وأصدقائها، لحد ما كلير بتستقر على فستان معين وبتلبسه وبتتحرك في اتجاه الحفلة. ولما بتوصل لهناك بترحب أوليفيا بيها وبتبدأ تعرفها على أصحابها. وبتكون أعز واحدة في أصحاب أوليفيا هي زميلتها في الشغل واللي بيكون اسمها مونيكا. بتتعرف كلير عليهم كلهم وبتكون محرجة ومش عارفة تتعامل معاهم، وده لأن هي مش متعودة على التجمعات والحفلات. فبتلاحظ أوليفيا إن كلير محرجة وبتحاول إن هي تخليها تندمج في الأجواء وبتاخدها علشان ترقص معاها. لكن كلير ما بتكونش مرتاحة وسط العدد الكبير ده وبتفضل إن هي تتفرج عليهم مش أكتر. وبعد شوية بتقرر كلير إن هي تهرب من الزحمة دي عن طريق إن هي تروح للحمام. لكن قبل ما تروح بتحضنها أوليفيا وبتقول لها إن هي فرحانة جدا علشان هي جت الحفلة. تفرح كلير بالكلام ده وبتحس إن هي أخيرا لقت صاحبة عمرها واللي هتعوضها عن كل السنين اللي هي قضتها في الوحدة. لكن برضه بتكون لسه متوترة ومحرجة من الأجواء. فبتستأذن من أوليفيا وبتدخل للحمام. وأثناء ما هي في الحمام بتسمع مونيكا صاحبة أوليفيا وبتكون بتتكلم عنها مع بنت تانية. وبتكون مونيكا بتقول على كلير إن هي واحدة مجنونة وتصرفاتها غريبة، وإن أوليفيا ما كانش ينفع تتعرف على واحدة مجنونة زي دي. وبتكون كلير بتسمع الكلام ده وهي مصدومة ومتعصبة وبتكون عاوزة تتخلص من مونيكا بأي شكل. بتبعت كلير رسالة لأوليفيا إن هي راحت البيت علشان هي تعبانة، لكن في الحقيقة بتكون كلير لسه موجودة في المكان وإن هي مستنية الحفلة تخلص علشان تنتقم من مونيكا. فعلا بعد ما بتخلص الحفلة بتخرج مونيكا وبتركب عربيتها. بتتحرك كلير وراها علشان تخلص عليها. لكن المفاجأة إن أول ما مونيكا بتوصل لبيتها بيتضح إن في شاب جاي وراها بالعربية بتاعته، وإن الشاب ده هيدخل ويبات عندها. فبتفهم كلير إن هي مش هتقدر تستفرد بيها، فبتضطر تمشي من المكان وهي متعصبة. وتاني يوم كلير بتفضل في البيت وبتكون مستنية أوليفيا تبعت لها أي رسالة، لكن بتلاقيها ما بعتتش حاجة. فبتبعت لها كلير وهي بتسألها لو هي محتاجة أي مساعدات في تحضيرات الفرح. بتشكرها أوليفيا وبتقول لها إن هم خلصوا كل التحضيرات. وبتعدي الأيام وبتكون كلير مستنية أوليفيا تكلمها، لكنها بتلاقيها مش معبراها نهائي ولا كأنها تعرفها. فبتقرر كلير إن هي تاخد الخطوة وتروح تتكلم معاها، وبتروح تستناها قدام مكان شغلها. وأول ما بتخرج أوليفيا بتتفاجئ إن كلير مستنياها بره. فبتستغرب أوليفيا من تصرفها ده وبتسألها هي عرفت مكان شغلها منين وإيه اللي جابها في الوقت المتأخر ده. فبتقول لها كلير إن هي قالت لها على مكان شغلها قبل كده وهم بيتكلموا، وبتعرفها إن هي جاية علشان تشوفها لو محتاجة أي مساعدة في أي حاجة. فبتقول لها أوليفيا إن
كل حاجه تمام وان هي مش محتاجه مساعده، وبتستأذن منها علشان تمشي. فبتوقفها كلير وبتطلب منها ان هم يسهروا مع بعض الليله دي. فاوليفيا بتتعصب وبتكلمها باسلوب وحش، وبتعرفها ان هي مضغوطه الفتره دي ومحتاجه مساحه شخصيه، وان هي مش عاوزه حد يساعدها ولا عاوزه تتكلم مع حد. بتقول لها كلير بكل عفويه ان هي كانت عاوزه تتكلم معاها بخصوص خطيبها تشارلي، وده لان هي لاحظت ان هو مش كويس معاها، وان من الاحسن ليها ان هي تعيد تفكير في موضوع الجواز. وبتكون كلير بتقول لها كده لان هي مش عاوزاها تبعد عنها وتتجوز. فبتتعصب اوليفيا وبتقول لها ان هي ما ينفعش تقول الكلام ده، العروسه فاضل يومين على فرحها. فبتتحرك كلير وبتبدا تتلخبط، وبتطلب منها اوليفيا ان هي تعدل طريقه كلامها معاها وبتسيبها وبتمشي. وبتكون كلير واقفه مصدومه ومش مصدقه اللي بيحصل. وفي تاني يوم بتصحى وبتكون عاوزه تفتح السرداب وترجع للقتل من تاني، لكنها بتحاول تمسك نفسها على قد ما تقدر، وبتفضل تبعت رسائل كتير لاوليفيا علشان تتكلم معاها، لان دي الحاجه الوحيده اللي هتخليها ترجع عن اللي في دماغها ده. لكن اوليفيا بترفض ان هي تتكلم معاها، فبتضطر كلير ان هي تتصل بيها. فبتتفاجئ كلير بان تشارلي هو اللي بيرد عليها، وبيقول لها ان اوليفيا مشغوله ومش فاضيه تتكلم دلوقتي، وبيقفل المكالمه. فبتنهار كلير وما بتقدرش تمسك نفسها اكتر من كده، وبتنزل تفتح السرداب وبترجع كلير القديمه. وبتكون كلير منهاره وحالتها صعبه جدا، وبتفضل تدمر كل حاجه في المكان على امل ان هي تهدى شويه. لكن للاسف كل ده ما بيجيبش معاها نتيجه، فبتقرر تخرج وتشوف اي واحده ست تقتلها علشان تفرغ غضبها. وفعلا بتخرج كلير وبتفضل تدور على اي ضحيه لحد ما بتلاقي واحده ست راجعه بيتها لوحدها في وقت متاخر. فبتروح كلير وراها وبتخبط على باب البيت وبتطلب منها مساعده، وبتعرفها ان هي محتاجه مكالمه تليفون ضروري. فبتصدقها الست دي وبتدخل تجيب لها التليفون، لكن كلير بتدخل وراها وبتقتلها، وكالعاده بتحاول تاخد شعرها. والغريب ان هي بعد ما بتخلص جريمتها بتهدى من الحاله اللي هي كانت فيها وبتكون كل حاجه تمام. وفي تاني يوم بتصحى كلير وبتبدا تجهز نفسها علشان فرح اوليفيا، لكن قبل ما تروح الفرح بتعدي على كافيه علشان تشتري القهوه بتاعتها. فبتتفاجئ ان الموظفين هناك بيحضروا لجنازه زميلتهم دون. فبتتصدم كلير وبتسال الموظفه اللي هناك لو كانت الشرطه اتاكدت ان دون ماتت. فبتقول لها الموظفه ان الشرطه لقت جثه دون واتاكدوا ان هي ماتت خلاص، لكن بتاكد لها الموظفه ان البنت اللي قتلتها هيتقبض عليها في اقرب وقت ممكن، وده لان الشرطه معاهم صوره للقاتله دي، وبيكونوا اخدوا الصوره من كاميرات المراقبه في الشارع. وبنعرف ان الشرطه بتعمل مجهود كبير جدا علشان يتعرفوا على هويه البنت اللي في الصور دي. وفي اللحظه دي كلير بتتاكد ان هي مساله وقت مش اكتر والشرطه هتقبض عليها. وبرغم كده ما بتهتمش كلير وبتروح تقابل اوليفيا قبل الفرح. فبترحب اوليفيا بيها وبتطلب منها المساعده في ان هي تظبط لها شعرها للمره الاخيره. وبيكون واضح ان اوليفيا بتعتبرها الكوافيره بتاعتها مش اكتر، لكن كلير بتكون معتبرها اعز صديقه عندها. وساعتها اسره اوليفيا واصحابها بيسيبوا اوليفيا لوحدها مع كلير عشان تعمل لها شعرها. فبتبدا كلير ان هي تعمل لها شعرها، لكن بيكون باين عليها ان هي متضايقه من حاجه. فبتفتكر اوليفيا ان هي زعلانه منها عشان الكلام اللي هي قالته لها اخر مره. فبتعتذر لها اوليفيا وبتقول لها ان هي كانت مضغوطه بسبب اللي هي بتمر بيه، وان هي اتعصبت عليها من غير ما تقصد. فبتقول لها كلير ان هي مش متضايقه من كده، وان الحاجه اللي مضايقاها ان هي هتبعد عنها وهتسيبها. وفي نفس الوقت ده بيكونوا كل المعازيم مستنيين وصول اوليفيا للمكان، والكل بيكون فرحان وسعيد. وتشارلي بيكون مستني اوليفيا وهو طاير من الفرحه. وبعد شويه وقت بتوصل اوليفيا اخيرا وبتروح لعريسها تشارلي. لكن المفاجاه ان اول ما تشارلي بيرفع الطرحه بيتضح ان كلير هي اللي لابسه فستان العروسه، والاسوأ من كده ان هي بتكون لابسه فروه راس اوليفيا. وبنفهم انها ما قدرتش تتقبل الحقيقه ان البنت الوحيده اللي هي عملتها كويس وبقت صاحبتها هتتجوز. وساعتها كل اللي موجودين في الفرح بيخافوا وبيطلعوا يجروا، وبيكون تشارلي في حاله من الصدمه ومش مصدق اللي بيحصل. وكلير بتفضل واقفه لوحدها في المكان وهي منهاره، وبتكون منتظره الشرطه تيجي تقبض عليها وبيخلص فيلمنا. لو الفيلم عجبك ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.